دلوقتي هنحكي قصه التزام شركه اتقان مع العملاء. عميل متعاقد معانا من امتى يا فندم؟ من سنتين تقريبا، بالظبط من سنتين. من سنتين. تمام. واحنا النهارده 2025، يعني هو اتعاقد معانا في اعتقد 11 او 12 2023، والنهارده شهر 10 2025. هل شركه اتقان اختلفت معاك في عرض السعر بعد ما اتعاقدت معاك وانت جاي تنفذ النهارده بعد سنتين يعتبر؟ لا، هو في الحقيقه احنا لما جينا عشان اتعاقد في البدايه خالص، انا كنت يعني مظبط اموري مع الشركه وان شاء الله في خلال شهرين ثلاثه هنبدا في تنفيذ الشغل وهنستلم على طول. شهرين ثلاثه؟ لكن حصل مش سنتين. لكن حصل ان الشركه اللي المفروض هتسلمنا الشقه اتاخرت اكتر من سنه و8 شهور تقريبا في التسليم. تمام. فاحنا رجعنا تاني وكلمت الشركه تاني. انا كنت متخيل بصراحه ان هم هيطالبوا بزياده، وانا ما يعني صراحه ما كنتش عندي مشكله في الموضوع، يعني ان انا كان التاخير من عندنا. يعني كان طبيعي ان هم يطالبوا بزياده. انا قلت لما كلمتهم تاني انا قلت اكيد هيبقى في زياده وكده، بس انا اتفاجئت يعني بصراحه ان بالتزام على نفس الاتفاق اللي احنا كنا متفقين عليه من سنتين. هو ده النجاح اللي بتحققه التزام شركه اتقان مع عملائنا. خليكم معانا.